السلام عليكم عشاق السيارات في المغرب. اليوم عندنا مقارنة مهمة بزاف بين جوج ديال السيارات اللي واكلين السوق المغربي، وهما رونو اكسبريس وسيتروان بيرلينغو. شكون فيهم اللي غتوفر لك فلوسك بصح، وشكون اللي صالحة للخدمة، وشكون اللي صالحة للعائلة؟ واش ديما السيارة اللي غالية هي اللي مزيانة؟ واش السيارة الرخيصة كتوفر عليك المصاريف على المدى الطويل ولا العكس؟ هادشي كامل غنعرفوه في هذا الفيديو. واش انت مستعد تكتشف شكون احسن اختيار ليك؟ نبداو بواحد النبذه خفيفه على هاد جوج السيارات باش نحطوكم في الصوره. رونو اكسبريس خرجت في سنه 2021 باش تعوض السياره المحبوطه دوكر، وهي السياره كتصنع عندنا في المغرب وتحديدا في طنجه، والهدف الاساسي ديالها هو الخدمه ونقل السلع وحتى العائلات الصغيره. اشهر النسخ الموجوده في المغرب هي اللي كتخدم بالديزل. من جهه اخرى عندنا سيتروان بيرلانغو اللي هي سياره اوروبيه الصنع، وكتعتبر من فئه لودو سباس اللي موجهه اكثر للعائلات الكبيره والسفر والشركات. حتى هي اشهر نسخه في المغرب هي الديزل. في نظرك شكون فيهم اللي كتبان لك مناسبه لنمط الحياه ديالك اكثر؟ اجي نهضروا دابا على الديزاين اكستيريور او التصميم الخارجي. رونو اكسبريس عندها واحد الواجهه عمليه كتشبه السيارات داسيا. المصابيح ديالها كبار والشبك الامامي بسيط كيدل على الصلابه، وحتى لي جونت كيجيو عاديين ديال الحديد في الغالب. الابواب الجانبيه والباب الخلفي مخدومين باش يسهلوا عليك التحميل والتنزيل. الارتفاع ديالها على الارض ممتاز ومناسب للطرقات ديالنا، وسهوله الدخول والخروج فيها واضحه. اما سيتروين بيرلينغو فهي كتجيب تصميم عصري اكثر، واجهه هجوميه ومصابيح مقسومين على جوج كيعطيوها نظره ديال سياره غاليه. الجوده العامه ديال التصميم الخارجي في بيرلينغو كتبان احدث واجمل، ولكن اكسبريس كتبان عمليه اكثر. شكون اللي كيعجبك اكثر في الشوفه؟ ندخلوا دابا لداخل ونشوفوا ابيتاكل وجوده المقصوره. فرونو اكسبريس البلاستيك اللي مستعمل قاصح ولكن صبار ديال التماره. جوده التجميع مزيانه، ولكن الطابلو دبور بسيط بزاف وكيركز على الاساسيات. الشاشات الوسط والعدادات عاديين وكيعطيوك غير داكشي اللي كتحتاج، وحتى فولوم عادي جدا. اما في سيتروان بيرلانغو القصه مختلفه تماما. ابيتاكل كيبان متطور اكثر، البلاستيك رطب شويه في بعض الاماكن، طابلو دبور عصري، شاشه كبيره وواضحه، وفولون فيه ازرار التحكم. من ناحيه الكونفور والرؤيه وعدد اماكن التخزين وحامله الاكواب ومنافذ الشحن يو اس بي وعزل الضوضاء، بيرلينغو كتفوت اكسبريس بمسافه كبيره. واش كيهمك الديكور الداخل ولا كتقلب غير على الصباره؟ بالنسبه للاسباس والمساحه الداخليه، بجوج بهم كيعطيوك مساحه للراس والارجل والكتفين مزيانه بزاف. الركاب اللور غيرتاحوا في الجلسات الطويله في سيتروين بيرلينغو، حيث المقاعد مفروقين ومريحين، والسياره مجهزه باش تسهل دخول الاطفال وتركيب مقاعد الاطفال ايزوفيكس بكل سهوله. اما رنو اكسبريس فالمقاعد الخلفيه شويه قاصحين، والجلسات الطويله يقدر يعييك شويه، ولكن الاسباس كافي جدا للجميع. واش كتهتم براحه الركاب اللور ولا كتسوق بوحدك اغلب الوقت؟ ندوزو لصندوق الامتعه اللي كيعتبر نقطه حاسمه في هذه الفئه. استيعاب الليترات كبيره فيهم بجوج وكتفوت 700 لتر، ولكن رونو اكسبريس كتسهل عليك التحميل حيث الارتفاع فتحه الصندوق قريب للارض. امكانيه طي المقاعد كتعطيك مساحه مسطحه ممتازه لنقل البضائع والمعدات والاستخدام التجاري بشكل يومي بشكل ممتاز. في المقابل سيتروان بيرلانغو كتنفع بزاف لنقل الاغراض العائليه الكبيره وحقائب السفر بكل سهوله، وحتى هي كتوفر مساحه ضخمه. شنو كتفضل، مساحه للركاب والعائله ولا مساحه للسلعه والخدمه؟ نوصلوا دابا للقلب النابض وهو الموتور. بالنسبه لرونو اكسبريس كتجي مع الموتور الشهير 1.5 دي سي اي اللي فيه 4 ديال الاسطوانات وكيعطي 95 حصان، وفيه توربو بطبيعه الحال. العزم ديالو ممتاز للخدمه، وهذا الموتور كيخدم بكوروا ماشي سنسله. نظام الحقن ديالو فعال، والاعتماديه ديالو مجربه في المغرب كامل، واشهر المشاكل ديالو قليله بزاف الا كنتي كدير المازوت مزيان. بالنسبه لسيتروين بيرلانغو كتجيب موتور 1.5 بلو اش دي، وكاينين نسخ قدام ب 1.6 اش دي. النسخ الجديده كتعطي 100 ولا 130 حصان، وحتى هي فيها توربو. شكون فيهم اللي كترتاح لها اكثر من الناحيه الميكانيكيه؟ نهضروا على التآدل الفعلي في الطريق. الاداء ديال سيتروين بيرلانغو في التسارع والانطلاق قوي بزاف. القياده داخل المدينه وخارج المدينه مريحه، والتجاوز في الطرقات الوطنيه والصعود في العقبات سهل، حيث الموتور ديالها كيجاوب بسرعه، وسرعه الاستجابه ديالها كتعطيك ثقه كبيره، بالاضافه لثبات عالي في المنعرجات. القياده داخل المدينه برونو اكسبريس سهله حيث السياره خفيفه وعمليه، ولكن في السفر الطويل والتجاوز كتحس باللي بيرلانغو اقوى واكثر ثبات. واش كتمشي بزاف في طريق السفر ولا غير وسط الزحام ديال المدينه؟ من اهم النقاط اللي كيسولوا عليها المغاربه بزاف هي الكونسوماسيون. داخل المدينه وخارج المدينه رونو اكسبريس مع موتور 1.5 دي سي اي
كتعتبر بطلة بدون منازع. كونسوماسيون حقيقية كتدور في 4.5 حتى ل 5 لتر في المية. خزان واحد يقدر يديك مسافة طويلة بزاف ويوفر عليك مصاريف شهرية وسنوية مهمة، وهي الأوفر بلا نقاش. سيتروين بيرلانغو حتى هي اقتصادية، ولكن حيت ثقيلة شوية وفيها موتور قوي، الكونسوماسيون كتقدر توصل ل 5.5 أو 6 لتر في المية. واش انت مستعد تضحي بشوية د القوة باش توفر المازوت كل شهر؟ بالنسبة للبواطوليتيس وناقل الحركة، أغلب النسخ ديال رونو إكسبريس في المغرب كيجيو بمانويال ديال 5 أو 6 ديال السرعات ونعومات التبديل عادية ومقبولة، ولكن الاعتمادية عالية بزاف وتكلفة الإصلاح رخيصة بزاف. سيتروين بيرلانغو كتوفر فيها حتى نسخة أوتوماتيك مريحة وزوينة في الزحام، وفيها 8 ديال السرعات، ولكن تكلفة الإصلاح ديالها طالعة شوية إلا وقع فيها شي مشكل. واش كتفضل تسوق مانويل وتهنى من المصاريف، ولا كتقلب على راحة أوتوماتيك؟ ندوزو الكونفور أثناء القيادة. سيتروين بيرلينغو كتاكل مطبات بشكل ممتاز، والراحة في السفر لا تقارن. عزل الضجيج وصوت موتور قليل للداخل، وما كاينش اهتزاز فلون وامورتيسور مخدومين مزيان باش يعطيوك راحة بحال سيارات السيدان. في الجانب الآخر رونو إكسبريس كتكون شوية قاصحة في المطبات، خصوصا إلا كانت خاوية من السلعة، وعزل الصوت فيها ضعيف شوية في السرعات الكبيرة. واش الراحة هي أهم حاجة عندك في الطريق ليك ولعائلتك؟ في الجانب ديال السيكوريتي، سيتروين بيرلينغو كتعطيك حزمة متكاملة، فيها ايرباغ، نظام ABS و ESP، ونظام هيل اسيست اللي كيعاونك في العقبة، كاميرا خلفية، حساسات الركن، وتقييم السلامة ديالها طالع بزاف. كتوفر حتى على فرامل الطوارئ ومراقبة ضغط الإطارات في النسخ العالية. رونو إكسبريس حتى هي فيها الأساسيات ديال السيكوريتي بحال ABS و ايرباغ، ولكن كتبقى سيارة اقتصادية وما فيهاش التكنولوجيا المتقدمة ديال بيرلينغو. واش كتشوف بلي أنظمة الأمان المتطورة ضرورية في السيارة ديال الخدمة؟ تكنولوجيا وأوبسيون كيلعبوا دور كبير. كيف ما قلنا، سيتروين بيرلينغو فيها شاشة كبيرة كتدعم أندرويد أوتو وأبل كار بلاي وبلوتوث وجي بي اس، وشاشة العدادات كتجي رقمية في النسخ العالية مع الأوامر الصوتية. رونو إكسبريس كتعطيك داكشي الأساسي فقط، شاشة بسيطة وبلوتوث، وهذا الشيء كافي بالنسبة لواحد باغي سيارة يخدم بها وما يخافش من الأعطال الإلكترونية المعقدة. واش التكنولوجيا كتشكل لك فرق كبير في السيارة؟ اجي ونهضر على تكاليف اونتروتيان، شكون الأرخص؟ بلا نقاش رونو إكسبريس. ثمن الويل موتور وفلتر وبلاكات دو فران وحتى البطاريه وامورتيسور وبنوات رخاص بزاف مقارنه مع بيرلينغو. حتى تبديل الكروه رخيص وما معقدش. السياره الدوريه ديال الاكسبريس ما غتكلفكش بزاف د الفلوس وغتخليك ديما مرتاح. واش كتحسب مصاريف الصيانه مزيان قبل ما تشري اي سياره؟ بالنسبه للبيس دو ريشونج ديال رونو اكسبريس متوفره في اي بلاصه في المغرب، اصليه او بدائل، والاسعار ديالها في المتناول، وسهوله العثور عليها حتى في المستعمل كطمئنك. سيتروين بيرلينغو حتى هي بياس ديالها موجوده، ولكن غاليه شويه خصوصا القطع الالكترونيه ديال الاوبسيون. بخصوص الاعطال المشهوره، اكسبريس قليله الاعطال، ولكن خاصك ترد البال النظام الحقل اللي كيدير مشاكل لبعض الناس، وتكلفه الاصلاح ديالو طالعه. واش كتفضل سياره بسيطه ومشاكلها معروفه ورخيصه، ولا سياره متطوره ومريحه؟ الاعتماديه بعد 100,000 كيلومتر و200,000 كيلومتر وحتى 300,000 كيلومتر، رونو إكسبريس كتبين باللي هي سيارة ديال الخدمة الطويلة والتمارة، وكتعيش سنين طويلة بلا ما تشكى وبأقل تكلفة. سيتروين بيرلينغو حتى هي صبارة وكتعيش مزيان، ولكن كتحتاج الأونتروتيان في الوقت وبجودة عالية باش ما تلقاش معها مشاكل. القيمة عند لا ريفونت، بجوج بهم كيتباعوا بسرعة في السوق المغربي، ولكن إكسبريس كتحافظ على السعر ديالها أكثر حيت الطلب عليها كبير من طرف الحرفيين وكتخسر أقل من قيمتها. واش كتهتم بقيمة إعادة البيع منين كتبغي تشري سيارة جديدة؟ التأمين والضريبة اللي هي لافينيت بجوج بهم كيخلصوا 700 درهم سنويا، حيت بجوج بهم الخيل هابطين في النسخ العادية. التأمين حتى هو تقريبا بحال بحال وما كاينش شي فروقات كبيرة، كيبقى متوسط السعر ومناسب. ولكن تكلفة الاستعمال السنوي اللي كتجمع الوقود وأونتروتيان والتأمين والضريبة والبنوات كتبين باللي رونو إكسبريس كتكلف أقل خلال سنة، وهي السيارة الاقتصادية بامتياز اللي غتوفر لك الفلوس. إذن شكون أحسن استخدام لكل سيارة؟ الخلاصة ديال الاستخدام، رونو إكسبريس مناسبة جدا للحرفيين والتوصيل والتجارة وحتى العائلة الصغيرة اللي عندها ميزانية محدودة. الإيجابيات ديالها كتجلى في الكونسوماسيون اللي هابطة بزاف، بياس دو روشونج رخاص ولا ريفونت سهلة. السلبيات ديالها هي الكونفور اللي ناقص شوية والأوبسيون اللي قلال. أما سيتروين بيرلينغو فهي مناسبة بزاف للسفر والعائلة الكبيرة والشركات ونقل المعدات. الإيجابيات ديالها واضحة في الكونفور العالي، لاسباس الكبير والسيكوريتي الممتازة، بينما السلبيات ديالها كتنحصر في لونتروتيان اللي غالي شوية ومشاكل اد بلو في بعض النسخ. إلا درنا واحد الخلاصة على شكل جدول مقارنة سريعة،
فمن ناحية التصميم، الجودة، الراحة، التكنولوجيا والأمان، الكفة كتميل لصالح سيتروان بيرلينغو. ولكن إلا قارنا استهلاك اللقود، الصيانة، قطع الغيار والاعتمادية الميكانيكية، فقوة رونو إكسبريس كتبان بوضوح. القيمة مقابل السعر كتعتمد على شنو باغي انت بالضبط. لمن أنصح بكل سيارة، إلا كنتي صاحب تجارة أو صاحب شركة أو حرفي وكتقود داخل المدينة فقط وباغي أقل مصاريف وبغيتي إعادة البيع سهلة وسيارة تعيش معك سنوات طويلة، فالاختيار باين هو رونو إكسبريس. وإلا كنتي أب لعائلة كبيرة وكتسافر بزاف في الطرقات الناطنية وكتقلب على كونفور ليك ولوليداتك وما عندكش مشكل تزيد شوية في مصاريف أونتروتيان، فبكل تأكيد سيتروين بيرلينغو هي السيارة المناسبة ليك. الخلاصة النهائية الأسئلة ديالكم: شكون الأفضل مقابل السعر وشكون الأرخص في الاستعمال؟ الجواب هو رونو إكسبريس. شكون الأقوى والأكثر راحة والأفضل للعائلة والسفر؟ الجواب هو سيتروين بيرلينغو. شكون الأفضل للعمل ويحتفظ بقيمته؟ الجواب هو رونو إكسبريس. باش نجاوبوا على الأسئلة اللي كتدور في بالكم، واش سيتروين بيرلينغو تستحق فرق السعر؟ نعم تستحق، إلا كانت الراحة والعائلة هما الأولوية. شكون أصلح للطرق المغربية وأقل أعطالا؟ الميكانيك البسيط ديال الإكسبريس كيخليها ممتازة وقطع غيارها رخاص. شكون الأفضل بعد 200 ألف كيلومتر؟ إكسبريس كتحمل التمارة ديال الهضمة أكثر. شكون الأفضل إلا كانت الميزانية محدودة وأقل تكلفة خلال 5 سنوات؟ أكيد هي إكسبريس. شكون اللي غتندم أقل إلا شريتيها؟ هادشي كيعتمد على احتياجاتك. بجوج بيهم سيارات ناجحين وكل وحدة عندها مميزاتها. لو كنت مكان المشتري وعندي عائلة وكنسافر غناخد بيرلينغو، وإلا كنت باغيها للخدمة وجمع الفلوس غناخد إكسبريس. شاركونا في التعليقات شنو هو الاختيار ديالكم ولماذا، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع صحابكم اللي ناويين يشريو سيارة.